فيروز، ايه ده؟ صدفة والله العظيم صدفة، أنا باجي هنا النادي كتير. هي احسن تكون صدفه ولا هيبقى عندك مشكله كبيره معايا. أنا أكيد مش براقبك يعني، هي الصراحة صدفة بس يعني أحلى صدفة في الدنيا والله. اه والله. طب وان شاء الله الصدفه دي ما تتكررش. يعني أنت كمان عايزاني أتحكم في قدر ربنا؟ بقول لك صدفة. اللي اعرفه ان الصدف مش بتتكرر كتير، ولو اتكررت يا ريت ما اعرفش بيها. يا عم تجاهلني تعرف، يعني اعمل اكنك ما شفتنيش. وحاجه كمان، انا مش مبسوطه بوجودك في الكلاسز بتاعتي. ماشي، أوعدك هحاول ما أجيش الكلاسز تاني. هاي مساء الخير. هاي مساء النور. يلا سلام. زعلانه منك على فكره. ايه المتخلفه دي اللي قعدتوها معايا؟ عندك حق والله، هي متخلفه فعلا، بس هي ما تقصدش. هي مدب بس شويه، وبعدين معقده من الرجاله زي ما انت شايفه، بتكرههم. فانا مش عايزاكي تاخدي على كلامها خالص. مين اللي كان واقف معاكي ده؟ واحد من اللي بياخدوا كلاسز عندي. اوكي. بس تصدقي الست دي نرفزتني فعلا. ايه الكلام اللي هي قالته على فريد جوزي ده؟ يا بنتي دي واحده مش طبيعيه. فظيعه. طب بقول لك يا فيروز، هو انت بجد شايفه ان فريد جوزي مش جذاب؟ يا بنتي فريد كويس جدا، سيبك منها دي مجنونه. بس هي عندها حق شويه برضو. انا فعلا اتجوزت فريد عشان هو طيب، انما فعلا شخصيته مش جذابه خالص. هي صح. حتى لو كده بس واخد باله منك وبيحبك، وده الاهم. فيروز، انت عارفه انا عشان اعرف اقعد القعده دي معاكم عملت ايه؟ اتعمدت اعمل الموبايل سايلنت وما بصيتش فيه خالص. وفعلا اول ما شفت التليفون عارفه لقيته طالبني كام مره؟ 15 مره. طب ما تقولي له يخف شويه. قلت له والله، قلت له. اتفضلي اهو بيتصل. ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ هوبليس جاي. ايوه يا فريد. ايه يا روحي؟ قولي لي يا حبيبتي، جايه امتى؟ ربع ساعه وراجعه يا حبيبي. ايه ده فعلا؟ ماشي يا حبيبي، مستنيكي. سلام. انت هتمشي؟ حبيبتي لازم امشي. هعدي عليكي بكره بعد الشغل، وجايزه شنطتك هاخدك يومين كده اسوان احمصك. هنسافر؟ خلص القضيه اول يوم الصبح وبعد كده انا وانتي. ومش بس كده، ايه؟ ده كمان لو كسبت القضيه دي عندي هديه. هتجيب لي ايه يا فريد؟ انا جبت خلاص. طب جبت ايه؟ فريد انت جبت الخاتم؟ بس مش هتقولي غير لما اكمل بقيه الطبق. ماشي. فريد انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. حبيبتي، طول ما انت بتسمعي كلامي ومريحاني مش هتندمي ابدا. يلا سيبيني امشي. فريد باي. باي. ايه يا حبيبي؟ بتعملي ايه؟ قاعده. قولي انت نزلت؟ نزلت هنا كده بس رحت لمراتي التانية وجيت على طول. مش بهزر بجد، انت نزلت ورجعت؟ انت شايفه ان الاوضه متوضبه زي ما هي، والليفنج كمان ما فتحش، عشان كده بسال. نزلت. دي احلى. نزلت اجيب لك ده. حلو، بس مش ستايلي خالص. ليه يا حبيبي؟ ده شيك قوي. بس مش ذوقي خالص يا فريد. طب خلاص حبيبي، هرجعه واجيب لك حاجه تانية. انت جايبهولي عشان الانيفرساري بتاعنا؟ بصراحه لا، انا كنت جايبه لك عشان اليومين اللي فاتوا دول انا عارف اني ضايقتك قوي وبوظت لك مودك، بس طالما كده ولا كده ما عجبكيش خلاص غيره بحاجه احلى واكبر عشان عيد جوازنا برضه زي ما انت بتقولي. بقالنا 8 سنين متجوزين. اجمل 8 سنين في حياتي. بس عمرك ما قلت لي عن علاقاتك قبل الجواز. ليه دايما بحس انك مش عايز تتكلم؟ ليه يا حبيبتي؟ ما انت عارفه قصه قرايه فتحتي على بنت عمي. انا عارفه القصه دي، انا قصدي يعني قبلها بعدها. عمرك ما صاحبت مثلا؟ يا حبيبتي انا عمري ما حبيت غيرك ولا كان ليا علاقه مع اي ست قبلك. ايوه، يعني عمر ما في ست اعجبت بيك عكستك مثلا؟ لا خالص. هو انت مالك بتنكر قوي كده ليه؟ كانها ميزه فيك مثلا. على فكره دي مش حاجه حلوه. بالعكس، انا شايف ان دي اهم ميزه فيا. انا طول عمري راجل مستقيم، مش ممكن اقيم علاقه مع واحده ست
بره اطار محترم اللي هو الجواز. طب يعني لما انا وانت خلفتنا اتاخرت، عمرك ما فكرت تبص لست تانية؟ اي واحده تلفت نظرك يعني عشان انت كنت متحمس للخلفه قبل الجواز. حبيبتي انا وانت طبيا ما فيناش اي حاجه، انما ليه ربنا اخر الخلفه قوي كده؟ دي حكمته. وبعدين حتى لو كان في حاجه، وحتى لو الحاجه دي فيك انت، انا مش ممكن اسيبك. ايوه بس انت في الشغل اكيد بتقابل ستات كتير، واكيد في منهم كتير حلوين. عمر ما واحده عجبتك او اعجبت بيك؟ يعني طبيعي يكون حد منهم اعجب بيك، يعني ما انت شكلك حلو كراجل. متشكر، بس انت مالك بقى؟ فيكي ايه النهارده؟ رد عليا يا فريد، عمر ما واحده اعجبت بيك؟ ما حصلش. او يعني انا المتخلفه الوحيده؟ يا اخي قول لي حصل. هو انا يعني متجوزه راجل وحش قوي للدرجه دي ما يتبصلوش؟ ما تكذب عليا شويه يا اخي. اكذب عليكي؟ ما انا ليل نهار بكذب عليكي. انا همشي. طب ما نقعد نص ساعة كمان، حتى الشركة فاضية. يا حبيبي لو قعدنا لبكره الصبح برضه مش هتطول مني حاجه، وبعدين عيب احنا في شركتك. هي مراتك ايه نظامها صحيح؟ مفيش مكالمه؟ لا أنا مراتي مسستمها كويس، وبعدين هي عارفة إنها ست حلوة وعندها ثقة في نفسها كبيرة قوي. غلبانه، بس انا مش غلبانه. وبعدين حوار العربيه اللي انت بالتني بيه ده مش هتكتبها باسمي لو كانت هديه فعلا؟ هكتبها لك طبعا، الأسبوع الجاي هتبقى باسمك. بس هو صاحبها يعني دخل يعمل عملية صغيرة كده، أول ما يخرج هكتبها باسمك على طول. هو انت عندك فكره لو كنت بتكذب عليا شويه انا هعمل فيك ايه؟ أنا أقدر، ده أنا أتمنى لك الرضا ترضى. أنا عارفة هاني عرفات كويس، من النوع اللي بيعجب الستات. وأنا بقول لك بقى إن جوزك بيخونك. انت جيتي يا حبيبتي؟ من شويه ايه عملتي ايه النهارده؟ كنت لسه قاعده مع واحده كده صاحبه رندا ونهل. تصدق بتقول لي ايه؟ ايه؟ بتقول لي انك بتخوني. وبعدين؟ ايه اللي وبعدين؟ يعني الست السافله اللي مش محترمه اللي غلطت في جوزك دي رديتي عليها وقلت لها ايه؟ اكيد رديت عليها واديتها على دماغها كمان. تمام. طب الست دي ما تعرفهاش تاني، مفهوم يا فيروز؟ اكيد، بس سؤال، تفتكر ليه هي قالت كده؟ ما قلت لك، عشان سافله مش محترمه وحقوده كمان. لان حتى لو كلامها ده صحيح فهي ما تعرفكيش اصلا وعلاقتك بيها علاقه سطحيه، فبتقول لك ليه كلام زي ده الا بقى اذا كان ليها غرض زباله زيها. بس انا فكرت في كلامها وما بقتش عارفه الصراحه هيكون هدفها ايه من ده كله. عينها منك مثلا؟ انا ما اعرفهاش عشان تبقى عينها مني. ثانيا لا انا ولا انتي نعرف الناس بتفكر ازاي ووراها ايه. تمام؟ انا داخل اخد شاور. اسمع، انت عارف لو كلامها ده طلع صح في يوم من الايام انا رد فعلي هيبقى ايه؟ انا مش عاجبني صيغه التهديد اللي في كلامك. مش يا تهديد. فيروز. لا تهديد. مش تهديد، بس فرصه اني اقول لك ان ثقتي فيك دي حاجه غاليه قوي عندي. لو طلعت رخيصه عندك تبقى انت حاسبها غلط. مشغوله؟ لا يا حبيبتي عادي، اقعدي. احمد جوزي راجع من السفر. طب كويس، حلو قوي. انا بقى فريد بقاله يومين مسافر. والله؟ راح فين؟ لا عنده قضيه كده في الصعيد، كان المفروض يسافر ويرجع في نفس اليوم، بس حصل تأجيل شويه في القضيه فاضطر يقعد. بس مش قادره اقول لك بقى، هاريني مسجات ومكالمات العادي بتاعه. يعني ما وحشكيش مش كده؟ طبعا ما وحشنيش يا بنتي، بقول لك هاريني مكالمات ومسجات، وحشني ازاي اصلا؟ انت يا احمد وحشك؟ وحشني؟ انا ما بقتش طايقه ابص في وشه والله العظيم. لولا ولادي انا كان زمان اتفشت من زمان. لدرجه انك مش طايقه تبصي في وشه؟ ليه يا بنتي؟ انت متخيله انك تبقي متجوزه راجل وانت عارفه متاكده انه بيتعامل معاكي معامله ان انت ام ولاده بس؟ ده يعني، وهو ما شاء الله مقضيها وكل سفريه بواحده. لا 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 لا، انا لو منك اسيبه فورا ولا ابقى على اي حاجه اصلا. وحياتك اللي اعملها، بس لو اللي في دماغي حصل. وهو ايه بقى اللي في دماغك؟ كل حاجه في وقتها. ايه بقى؟ ما هو كده مش هينفع. قلت لي اعمل لي ديسكاونت، قلت لك امين. قلت لي عندي مشكله في الجمرك وخلصتها لك.
تقلان عليا ليه بقى؟ عشان نصاب، عشان لما تجيب لي عربيه هديه وتماطل انك تكتبها باسمي عشان بس ما تلطنيش، يبقى ليا حق اخاف منك. قلت لك هخلصها لك. هو بس كل الموضوع المسألة يعني مسألة ظروف ووقت ملخبط. مش كفاية بقى. وبعدين اللي أنا أعرفه إن حتة من عندي وحتة من عندي. مشكلتك انك مش عارف انت بتتعامل مع مين. انا مش واحده من اللي تعرفهم يا حبيبي، انا رويده فوق. اخرك معايا القعده دي، اي حاجه تانية انساها. انا ما بدخلش في علاقات، انا بتجوز بس. ما أنا عارف. ما هي دي المشكلة اللي أنا عارف. بس أعمل إيه؟ فيروز عمرها ما هتوافق. طز وانا مالي، دي مشكلتك مش مشكلتي. وبعدين مالك محسسني كده ان انا اللي بجري وراك وبقول لك نتجوز نتجوز؟ هاني انا قلت لك من الاول علاقتنا شغل وبس. ادخل. مدام فيروز تحت. ليه في ايه؟ معرفش، هي عند رندا تحت في المكتب فقلت ابلغ حضرتك. طيب روحي أنت يا نهلة. على فكره هي جايه ورايا. اهلا وسهلا، تنور. احنا في بزنس ميتنج. روحي انت يا نهله بس دلوقتي. بقول لك إيه؟ امشي أنت دلوقتي وإحنا لما نتقابل هعمل لك كل اللي أنت عايزاه، ماشي؟ يلا 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 ما تبصليش كده، امشي يلا. يلا. ماشي يا هاني. يلا ماما يلا.